الصحابة ما كانوش بس أهل عبادة وزهد والكلام ده كله، دول كانوا عمالقة اقتصاد وبراندات في السوق وقدة الدين. عندك أغنى خمسة من الصحابة، يعني لو حسبناهم بقياس النهارده هندخلهم قائمة فوربس. أولهم عبد الرحمن بن عوف، وده طبعا انتوا عارفين حكايته لما نزل المدينة. هو المهاجرين والأنصار، كان الشخص اللي هو معهوش ولا مليم، قال للأنصار إيه؟ قال دلوني على السوق. ثروته لما مات كان تمن ممتلكات زوجاته الأربعة، فقط حوالي 320 ألف دينار ذهب. بالمعنى الشعبي كان بيقول لك ان هو الصحابه يعني كانوا بيقولوا عنه اي حاجه كان بيلمسها ممكن تقلب ذهب، لدرجه ان هو قال عن نفسه لو رفعت حجر ظنيت ان انا هلاقي تحته ذهب. تاني واحد اللي هو الزبير بن العوام الحواري الملياردير، ثروته كان طبعا كلها اغلبها كده عقارات واراضي، مش مجرد سيوله كده وخلاص. ثروته ترك أراضي وبيوت في المدينة في مصر والكوفة والإسكندرية، تقدر تركته بكام بقى؟ بحوالي 50 مليون درهم. المثير بقى إن هو كان بيمتلك حوالي 1000 مملوك، يعني موظف يعني بيأدوا له الخراج، وكان بيتصدق بكل خراجهم للفقراء. تالت واحد بقى عثمان بن عفان، وده طبعا عارفينه اللي هو صاحب الشركة القابضة. ده بقى تجهيز الجيوش، كان يعني انتوا عارفين هو اللي اشترى بئر روما، وده موجود لحد النهارده بالمناسبة، وجهز جيش العسرة. ثروته عند وفاته كان عنده 30 مليون درهم و150 ألف دينار، غير مئات الإبل والخيول وأوقاف لسه شغالة وموجودة برضه في السعودية لحد النهارده، زي فندق عثمان بن عفان. رابع واحد طلحة ابن عبيد الله، طلحة الخير زي ما بيقولوا، كانوا بيسموه طلحة اللي هو الجود، لأنه كان بيوزع فلوسه بمجرد ما تجيله. ثروته بلغت يعني أرباحها كلها من أراضيه في العراق وحده حوالي 1000 درهم يوميا. لما مات ترك يعني 30 مليون درهم. خامس واحد سعد بن أبي وقاص، خال النبي صلى الله عليه وسلم وفاتح مدائن كسرى. ثروته مبالغ كبيرة جدا جدا بحوالي 250 ألف درهم، وكان بيمتلك قصور في منطقة العقيق. معلومة بس على السريع كده يعني، دول ما كانوش بس يعني زهاد وعباد، دول عارفين ان في يعني صحابة كانت ثروتهم يعني تساوي مليارات الدولارات النهارده، ومع ذلك بيقعدوا على الارض وبياكلوا مع الفقراء.